السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. مكملين مع بعض فيديوهات نواعم العيد. ان شاء الله النهاردة هنعمل كعك العيد الدايب الاصلي، هنعمله على البارد اللي هو كعك المحلات. وهقولك على كل الاسرار اللي تخلي الكعك يطلع معاكي برسمته. احلى وصفة كعك ممكن تاكلوها في حياتكم. وان شاء الله هنعمل مع بعض الكعك على السخن في الفيديو اللي جاي بإذن الله. يلا حبايب قلبي، نسمي ونصلي على الرسول وندخل على وصفتنا النهاردة. بصوا بقى، الكعك ده هيبقى معانا ملون حلو جدا جدا. هنعمله بوصفة هتشوفوها دلوقتي هتفرحوا ولادكم في العيد، وهتبقى حاجة مختلفة بإذن الله السنة دي. بصوا الكعك ما شاء الله اللهم بارك داي وبيتكلم عن نفسه. يلا حبايبي ندخل على المقادير. معايا كيلو دقيق، ومعايا 50 جرام من السميد، ومعايا 10 جرام من البودر، و10 جرام من ريحة الكعك، ومعايا 30 جرام من السكر البودر، ومعايا 50 جرام من السمسم المتحمص على خفيف كده، ومعايا 550 جرام من السمنة، ومعايا كوباية مية 200 ملي، بس أنا حطاها في مج كبير شوية. معايا كيلو دقيق منخول، نزلت بيه في العجان، وحطيت عليه السكر، وحطيت عليه السمسم اللي انا قلت لكم سخناه يا دوب محمصه حاجه خفيفه، و50 جرام من السميد، و10 جرام بيكنج باودر، و10 جرام من ريحه الكعك. بقلب كل المكونات الجافه دي مع بعضها، وبنزل معايا بالسمنه. السمنه دي بحراره المطبخ، لا ساقعه من التلاجة، ولا دافيه اللي هو انا مسخناها. خلاص، سمنه سايحه عاديه جدا. هنبدأ بقى نشغل العجان. هنبدأ نبث في العجينة. البث معايا بغلف كل ذرة من ذرات الدقيق بالسمنة. خلاص، عشان اتحكم في العجينة السمنة معايا هي اللي بتتحكم في قوام العجينة. الأول شوفوا العجينة معايا طرية زي ما انتوا شايفين، زي عجينة البيتي فور. عشان هظبطها معايا بعد كده بنزل عليها بكوباية من المية اللي هي 200 مللي من المية. لو انت عايزة العجينة معاكي الكعكاية تكون دايبة قوي، كفاية نص كوباية مية. لو انت عايزاها دايبة ومتماسكة، كوباية مية كاملة. انا هنا بوريكم قوام العجينة. قوام العجينة معايا ملمسها بيكون زي ما انتوا شايفينه، ملمسها ناعم. الكعكاية ما يكونش بتشقق معايا. خلاص، بنزل بقى بالعجينة كلها في البولة، وبغطيها وبحطها في التلاجة. بتقعد معايا ترتاح لمدة ساعة أو ساعتين، براحتكم خالص ما تقلقوش. بعد كده طلعتها من التلاجة زي ما انتوا شايفين القوام بتاع العجينة، زي ما انتوا شايفين ماسكة كده من السمنة ومن التلاجة. بحطها في العجان وبديها ضربتين تانيين. ما تخافيش من العجينة. مش يعني العجينة هتنعم معاكي ومش هتشد. خلاص، هتعجني فيها هتلاقيها ناعمة معاكي ولينة جدا. زي ما قلت لكم قوام العجينة معاكم ما يكونش بيشقق. تمسكوها هتلاقوا العجينة معاكم لينة كده وناعمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص، هنا معايا الملبن زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. انا الحته دي اتقطعت مني. انا بجيب الملبن، بحط عليه معلقه سمنه، وممكن تحط عليه معلقه ميه ورد، او تحط عليه ريحه الكعك وتحط عليه سمسم زي ما انتوا حابين. انا الكعك بالنسبه لي ساده، حطيت عليه معلقه سمنه بلدي و... وعجنته كويس مع بعضه، وبدات اكوره كور صغيره. الكوره بتكون 5 جرام معايا. خلاص، بمسك قطعه العجين في ايدي كده، باحاول أكورها شوية، وبابدأ بعد كده أحط فيها قطعة من الملبن وقطعة من عين الجمل، وبقفلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وببصمها بالبصامة. ممكن كمان تحطوا الملبن تحطوا عليه عين الجمل، وتعجنوهم مع بعض كده، بس تكونوا مكسرين عين الجمل تكسير صغير قوي. خلاص، وانا ببصم بالبصامة على خفيف عشان الكعكاية دي محشية. خدت قطعة من العجين، في قلبيها قطعة من الملبن، في قلبيها قطعة من عين الجمل، وممكن تكتفوا بس بالملبن بس مفيش أي مشكلة. وعلى كف إيدي بكور العجينة، وبدوس عليها دوسة خفيفة، وبالبصامة ببصمها حاجة خفيفة جدا وبحطها. لو الكعكاية مش محشية دوسي بالبصامة مفيش مشكلة. خلاص، هقول لكم المكونات مرة تانية كده على السريع بالكوباية. كيلو دقيق،
معايا 550 جرام من السمنة. لو انتوا عايزين الكعكية برضو تكون ناشفة شوية كفاية عليكم 500 جرام من السمنة. عايزينها دايبة شوية 550. يعني ال 50 جرام دولت ما بين ان هما بيتحكموا معايا في ان الكعكية تكون دايبة او مش دايبة. معايا 50 جرام من السمسم ده، 4 معالق. خلاص السمسم 4 معالق. السمسم بيخلي الكعكاية معايا بتكون مقرمشة وجميلة. انتوا مش حابين السمسم ما تحطوهوش. خلاص معايا السميد برضو 50 جرام، يعني 4 معالق. السميد بينعم الكعكاية، ما بيخليهاش معايا تلزق في البق. ومعايا 10 جرام من بيكنج باودر. لما اقول لك 10 جرام بيكنج باودر او 10 جرام ريحة الكعك، يعني معلقة كبيرة ممسوحة. خلاص يبقى 10 جرام بيكنج باودر معلقة كبيرة ممسوحة، 10 جرام ريحة الكعك معلقة كبيرة ممسوحة، ما زودش عن كده. وريحة الكعك وانتوا بتشتروها اشتروا النوع الفاتح مش النوع الغامق. وال30 جرام سكر دولت يعني 3 معالق. كوباية المية دي 200 ملي جرام. زي ما قلت لكم عايزين الكعكية دايبة قوي، كفاية نص كوباية دايبة. يا دوب بتمسكوها بالعافية. عايزين الكعكية تكون دايبة وتقدري تمسكيها وتتعاملي معاها، حطوا كوباية مية. تحط كوباية المية كاملة، الكعكاية بتكون ماسكة نفسها. تخليها نص كوباية مية، الكعكاية بتكون دايبة قوي بزيادة، مش قادرة تمسكيها كده. خلاص كده احنا متفقين في المقادير. تمام. لما بتعجني العجينة بتبسيها كويس قوي في العجان. وانت بتبسيها اول مرحلة بس وهي كده حاسينها كده، تفضلي تبسي مفيش مشكلة لحد ما توصلي بالعجينة ان هي يكون قوامها ملمسها ناعم قوي، بعجينة طرية بتلزق زي عجينة البوتيفور والغريبة. وكمان بيبقى لونها خلاص فتح بقى ابيض. في المرحله دي بتنزلي بالميه بتاعتك زي ما قلت لك، حباها نص كوبايه او كوبايه، حباها ناعمه قوي نص كوبايه، ناعمه زياده ناعمه كويسه وماسكه نفسها يبقى كوبايه كامله. هنا انا خلصت الكعك زي ما انتوا شايفين، شكلته كله وبصمته بالبصامه. شايفين ما شاء الله خرج من الفرن باللون اللي انتوا شايفينه، وقاعده الكعكايه مستويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطيته في الفرن سخن مسبقا على درجة حرارة 200. الكعك المحشي على درجة حرارة 200، السادة على درجة حرارة 180. شوفوا ما شاء الله الكعكاية، شوفوا الملبن طري جواها وما شاء الله زي الفل، والكعكاية دايبة زي ما انتوا شايفين، وفي نفس الوقت متماسكة ماسكة نفسها، تقدري تتعاملي معاها. لكن لو دايبة قوي مش تقدري تتعاملي معاها، برضه على حسب رغبتكم. ما شاء الله شفتوا النقشة بتاعت الكعكاية لسه واضحة زي ما هي، وشكلها زي ما انتوا شايفين بالشكل الجميل ده. هبدأ معاكم بقى بالمرحلة الجديدة اللي احنا هنعملها مختلفة تماما، عشان نفرح ولادنا بقى ونحس بالعيد بقى بشكل تاني خالص. معايا معلقتين او 3 من السكر في الكبة بتاعتي او في المطحنة، سوري في المطحنة. وبنزل عليها بنقطة من اللون، اي لون انتوا حابينه، اخضر اصفر احمر بينك موف، اللون اللي انتوا حابينه. نزلت ب3 معالق سكر عليهم بنقطة من اللون اللي انتوا شايفينه، اللون دوت لون صحي. وبعد كده باضربهم في المطحنة. السكر ده خشن، لو سكر ناعم مطحون مش هيطلع معاكم بالنتيجة الكويسة. خلاص سكر عادي نحطه في المطحنة، وننزل عليه بلون من نقطة من اللون اللي احنا محتاجينه. حابين تزودوا اللون شوية حطوا نقطتين من اللون، او افضلوا زودوا لحد ما توصلوا للون اللي انتوا حابينه. انا لو انتوا زي ما انتوا شايفين، ولو انتوا الوان تانية اغمق من كده. خلاص ببدأ احط الكعك بتاعي في طبق، وبنزل عليه بالسكر اللي انتوا شايفينه ده. وببدأ بقى بالمصفى وصفي وارش على الكعك زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هيبقى شكله حلو جدا وهيشرفكم قوي قدام ضيوفكم، وكمان هيفرح ولادكم وهيحسوا بقى ايه الكعك الملون ده شكله بقى، هيبقى شكله حلو جدا جدا. وكمان لما تحطوه بقى في الشيالة بتاعة الكعك هيبقى شكله خطير جدا. خلاص انا كده عملت اصفر واحمر واخضر. ممكن تشكلوا اي الوان انتوا حابينها، ممكن تزودوا اللون زي ما قلت لكم، ممكن تقللوه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. انا هنا خليت الالوان فواتح شويه مع غوامق عشان تديني الشكل او النتيجه الجميله اللي انتوا شايفينها ده. بصوا ما شاء الله شكله حلو جدا جدا وهيفرح ولادكم، وانتوا كمان هتفرحوا قوي بالشكل ده. وكمان معايا الكعك اهو، ده من غير سكر. شوفوا بقى جربوا طريقه الكعك بتاعتي دي،
وامشوا بنفس المقادير اللي انا قلت لكم عليها. وما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسونيش حبايب قلبي باللايك والشير. وان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض كعك جواهر، وكعك اللي هو كعك الجواهر اللي هو الكعك السواريه او الميني. وهنعمل مع بعض فيديو تاني خالص للكعك السخن اللي هو على السخن، اللي الناس طبعا بتحبه بنقشة تانية خالص مختلفة. يلا حبايب قلبي ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.